لا يهاب الموت، رياضي مفتول العضلات طيب القلب، كريم جابر للخواطر. تخرج في الكلية الحربية بالسلاح الصاعقة دفعة 2014، والتحق للعمل في شمال سيناء. واجه الجماعات الإرهابية والتكفيريين بكل بسالة، حتى أطلقوا عليه لفظ دبابة. وكما كان مرعبا للإرهابيين، كان مصدر أمان للضعفاء والمساكين. إنه الشهيد البطل نقيب خالد مغربي. ولد الشهيد في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية عام 1992، وتخرج في الكلية الحربية بالسلاح الصاعقة دفعة 2014. أمضى بعد تخرجه 3 سنوات في سيناء، واستشهد في يوليو 2017 جنوب رفح بشمال سيناء بعد زواجه ب4 أشهر فقط، حيث كانت زوجته حاملا في الشهور الأولى. تعلق قلبه بالكليات العسكرية وحقق حلمه، والتحق بالكلية الحربية عام 2011 سلاح الصاعقة، وتخرج في 2014. وفور تخرجه انضم لإحدى كتائب شمال سيناء، وظل بها سنوات، ثم اختاره الله عز وجل لينال منزلة الشهداء. كان شديد التواضع، قريب من الله عز وجل بحبه للخير وقضاء حوائج الناس ومساعدة الغلابة والمحتاجين. كان يخطف قلوب الجميع بأخلاقه والتزامه، وكان حكيما قويا في نصرة الحق. وتقول والدته بأنه كان على يقين بأنه سيموت شهيدا، حيث كان يطالبها بأن تدعو له بأن ينال الشهادة. واجه البطل التكفيريين في سيناء بكل شراسة وبسالة، حتى أطلقوا عليه لفظ دبابة. وسمعهم رجال الجيش على شبكات الاتصال وهم يحذرون بعضهم عند أي عملية للجيش بقولهم: احذروا من خالد دبابة. وتقول والدته إن ذكر ابنها على لسان ملايين المصريين الذين رددوا نشيد الصاعقة قالوا إيه كان يثلج صدرها ويريح قلبها. وقالت شقيقة الشهيد إن خالد كان يتمنى الشهادة بفارغ الصبر، مشيرة إلى أن الله تقبل دعوته، واستشهد في يوليو عام 2017 وهو يحمي أفراد الكتيبة من هجوم إرهابي غادر. جاء ذلك بعد 4 أشهر من زواجه، وكانت زوجته حاملا في الأشهر الأولى. وتابعت: بكل رضا بالقدر احتسبناه عند الله شهيدا، ورغم قسوة الفراق والألم والحزن على فراقه، لكن نفخر به وهو فدا مصر، ووجود نجله يبرد قلوبنا، كما أن الله رحيم بنا وأنزل علينا رحمة من عنده، وأثلج صدورنا بسيرته الجميلة وحب الناس له واحتشادهم خلال تشييع جثمانه في جنازة مهيبة شارك فيها الآلاف من أهالي البلد والأقارب والأصدقاء والناس الغلابة الذين كانوا مكفولين برعايته. وتوضح أن شقيقها كان يجمع بين الهيبة والقوة والشجاعة والحنان والتواضع ورقة المشاعر. كان أصدقاؤه الضابط والمستشار، وأيضا الخفير والعامل البسيط. عرف بين الناس بجابر الخواطر، حيث كان يبادر بالصلح بين المتخاصمين، لافتة إلى أنه اعتاد العيش بدعاء البسطاء. وكما كان مرعبا للإرهابيين والتكفيريين، كان أيضا مصدر أمان للضعفاء والمساكين.